مع تحيات الشاعر ناجي حسين سعدان، شاعر المقاومة في قرية قعطبة قرية الفاخر. ربي دعوتك تجاوب دعوة السائل وتفك المعقد يا من للعقد حلال وتحقق الحق ربي يبطل الباطل وكل باغي إلهي جندله جندال وان تذكر الله قبل الموت يا غافل تموت فاسد ولا تمشي مع محتال يا شعب مسكين يا مشغول بالديزل شوف الوطن في خطر وانت سليم البال. يقول سعدان جاني الشعر والزامل ومسيت افكر وقلبي داخله زلزال والهاجس اقبل وجاني في خبر عاجل يشكي من الوضع وبدع ينظم الاقوال يشكي من الجور يبدو لهجته زاعل فقد عصابه متشنج من الانذال. يا علي عبد الله المخلوع اسمع انت يا جاهل في عهد حكمك جلبت الظلم والاذلال ايام حكمك يمنا بالمرض حافل والفقر والجوع ظل يحسد الاطفال حب ايران يمسي شغلك الشاغل خامين سيدك لاجله كم قتلت رجال اليوم يومك نردك اسفل السافل انسحبت الارض والحوثي معك انشال عواصف الحزم من المعبر قها واصل ما عاد نقبل مجوسي معتدي قتال الموت لزول عليكم من السماء نازل ونار الصواريخ فوق رؤوسكم تختال يا زمرة الشر يا انصار للباطل قاتلكم الله شله كلكم اذيال قولوا لعبد الملك زايل مذهبه زايل فيروس كورونا معدي للمرض حمال الجد بالجد يسمع كل متخاذل وفي ساعة الجد يبانوا من هم الأبطال يا ملك سلمان مع كل متفاعل من ضفة النيل لأرض الشرق للنابال واحنا معك كلنا من المهره إلى باقل إلى البحر الأحمر إلى المندب جنوب شمال ما دمت مع الحق أنت ثاير مناضل والأمر أمرك لو تطلب رؤوس رجال يا قبلة المسكين يا من لليتيم كافل إذا قلت كلمة يتبع قولك الأفعال أنا يماني وجسمي من التعب ناحل ما عاد خلوا السرق بالجيب حق ريال صبرت 34 سنة قلت بحاول لكن صبري نفد وده وراه الأحوال صبرت 34 سنة قلت بحاول لكن صبري نفذ وده وراه الأحوال مثلا من الجوع قالوا أكلوا الحاصل لا بد هذه السنة بترولنا وصال برميل حق المدير وبرميل للعامل ومأسور بالمحطة شله الدلال والملح معدوم أزمة ما لها فاصل لا حول قال الشعب من ذا الحال أنا يماني لقول الحق متماثل أنا سعودي أنا مصري وعال العال أنا كويتي أنا قطري أنا القايل أرض العروبة بلادي تشهد